السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ودي رشاد. يا رب تكونوا في أسعد حال ورضا من الله عز وجل. الصيف كده جه كده وهجم بالحر، عايزين حاجة ترطب على قلبنا كده والولاد، وحاجة توفر ونظيفة في البيت وأحلى كمان من الجاهزة. هنعمل مع بعض آيس كريم الفانيليا. عايزة أقول لكم إن هو تحفة جدا والله، وطعمه روعة روعة. في تكاية كده من ضمن المكونات عاملة طعم رائع وفخم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم حبايبي. وانا عملته في القوالب الصغنونة دي، وبرضو عملته بقية الكمية حطيتها في علبة بلاستيك. وفي فيديو عن الايس كريم بالفواكه، انا نزلته الفيديو اللي قبل ده على طول. وفي كمان فيديو ايس كريم موكا وتوفي، هسيبه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله تشوفوه، يا رب يعجبكم. عندنا بقى المكونات. هحتاج كوبايتين ميه، واربع معالق كريم شانتيه، وهحتاج 4 معالق لبن بودرة، واربع معالق سكر. والسر بقى في معلقة جبنة كريمي، والله يا جماعة تحفة. الجبنة الكريمي طبعا دي بتبقى ملحها خفيف جدا، بتدي دسامة كده وطعم رائع. وكمان هنحط معلقة صغيرة فانيليا. هنحط كل المكونات دي وهنضربها ضرب كويس. اثناء ما انا بضرب حسيت ان هو خفيف شوية. ادي صورة الفيديو، ان شاء الله هسيبه لكم في اخر الفيديو اللي شغال ده دلوقتي. وهنرجع تاني الفيديو بتاعنا. انا اثناء الضرب حسيت ان محتاجين معلقتين كمان كريم شانتيه يتقلوا الخليط بتاعنا. هنضرب بقى الكريم شانتيه المعلقتين اللي انا زودتهم ضرب كويس جدا مع المكونات. وبعدين هنحضر بقى القوالب الصغنونه دي حلوه جدا للاطفال، بتبقى جذابه ليهم كده وطعمه خالص. هنحط فيها بقى الايس كريم. وبقية الايس كريم عندي علبة شفافة كده ظريفة، حطيت فيها الباقي. بيتحط في التلاجة ليلة كده وتاكلوه بألف هنا. القوالب اللي هي الصغننة دي بيبقى ليها عصيان كده جاهزة، بس انا حبيت احط المعالق اللي هي بتتباع الشفافة الصغنونة دي بتاعت الرز بلبن. حبيت ان انا احطها، بتبقى ماسكة اكتر واختلاف شوية. زي ما قلت بقى، بعد ما بنصب الايس كريم بقى في القوالب بتاعتنا، بنسيبهم في الفريزر ليلة كده، علشان 8 ساعات يعتبر، علشان يتجمدوا كويس جدا. شايفين ما شاء الله. على فكرة الخليط المفروض ما يبقاش تخين، بيبقى خفيف شوية كده زي المهلبية السخنة قبل حتى ما تبرد، المتماسكة شوية، علشان هو ده السمك المظبوط بتاعه. عندي بقى العلبة بعد ما جمد الايس كريم اللي فيها، حبيت ازوق الطبق كده بمربى الفراولة اللي انا كنت عاملاها في فيديو اللي قبل اللي فات. لو حبيتوا برضو ترجعوا للفيديو ده علشان يكسر لون الابيض، لاني ما عنديش بصراحة اطباق ملونة شيك احط فيها الايس كريم. وتحطي بقى فيها الايس كريم، وفي تزوقيها كده في نجوم صغنونة كده عاملة زي الفرماسيه. بتزوقي بيها بقى، عايزه تزوقيها باي حاجه مش مشكله، عشان يبقى شكلها كده يفتح النفس اكتر. وانا عايزه اقول لكم ان طعمها رائع والله، في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله، بتطلع في معلقه الايس كريم بمنتهى السهوله، وكريمي خالص تحفه. وعندي بقى اللي طلعتها من القوالب الصغنونه دي، حطيتها برضو في طبق كده بشكل شيك. وهنزوقها بصوص شوكولاتة تكسر اللون الابيض برضو. يا ريت يا حبايبي، انا عايزه بقى اجمل لايك من اجمل ناس. وحبايبي اللي مش مشتركين في القناه ينوروني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديده، وتدعموا القناه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.
وان شاء الله ربنا يقدرني ان اعمل لكم كل الوصفات اللي تعجبكم واللي فيها برضو جديد واختلاف. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.